اليونانيين اخترعوا شراب اسمه بيلوي مصنوع من جلد أو فرو الحيوانات، والرومان طوروه وخلوه من قماش منسوج وسموه أودون، وكانوا بيلبسوه مع الصنادل برضو بس مع فرق صغير. كانوا بيلبسوا طبقات من الشرابات علشان يزودوا الدفء اللي احنا النهاردة بنسميها ليرنج قبل ما تبقى ترند بقرون. في العصور الوسطى الشراب ما كانش بس للدفء، ده كان إعلان رسمي إنك غني. كل ما كان أنعم وأغلى وأطول كل ما دل إن مكانتك أعلى. وفي إنجلترا كان إهداء شرابات فاخرة للنبلاء هدية معتبرة. سنة 1589 الإنجليزي ويليام لي اخترع أول مكنة تريكو واللي غيرت صناعة القماش بالكامل. لكن أول منتج خرج منها ما كانش بلوفر أو شال، كان شراب. القصة المشهورة بتقول إنه اخترعها علشان حبيبته كانت طول اليوم بتغزل، فقال في نفسه ليه ما عملش مكنة تشتغل الغرز دي كلها مرة واحدة بدل ما تاخد أيام. ومن هنا طلعت فكرة مكنة التريكو. الحقيقة مفيش دليل، بس ده ما يمنعش إن الفكرة رومانسية وإن الحب يصنع المعجزات.